مرحبا مرحبا، يا شباب، كيف الحال الفلسطينيين؟ طبعا هذا من الاسكندريه. وفاة الفنان الشعبي الكبير علي عنبة، وهذه تفاصيل وأسباب وفاته وآخر لحظات حياته. غيب الموت الفنان الشعبي الكبير علي عنبة نتيجة إصابته بنوبة سكر أدت إلى توقف عضلة القلب والوفاة بأحد مستشفيات القاهرة. خبر الرحيل صدم الوسط الفني بمصر واليمن، خاصة وأن الراحل يعد من أهم الأصوات الشعبية التي حققت نجاحا في البلدين، فقد عرف بفنان الشعب والبسطاء، صنع مجده من نبض الشارع، من لهجة الناس وضحكاتهم. وكان قد توفي أصيل نجل الفنان علي عنبة منذ 9 سنوات بعد عملية جراحية أجريت له، وذلك بسبب خطأ طبي، حيث كان نجله يعاني من ألم في الأمعاء. وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية له، إلا أن ابنه ظل تحت تأثير المخدر ولم يفق من أثر التخدير، واستمر لأكثر من شهرين في العناية المركزة حتى وفاته المنية. قدم علي عنبة خلال مشواره الفني الذي امتد لأكثر من 3 عقود أكثر من 70 لحن غنائي جمع فيها بين الأصالة والطابع الشعبي الحديث. وشارك الراحل في عدة مهرجانات عربية ودولية، منها مهرجان عمان عام 96 والإمارات عام 99، كما مثل اليمن في فعاليات فنية في ألمانيا عام 2007، وأقام حفلات في هولندا وبلجيكا برفقة فرقته الموسيقية. رحمه الله وألهم الأهل الصبر والسلوان.